ئاڵێ فڵانە کەس هاتۆ جاسوسیم لەسەرەکە، بەڵام تەحەسوس عەکسەکەیەتی. قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، بڕۆن بە دوای بگەڕێن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە دەفەرمێ ولا تيأسوا من روح الله، بێئومێد مەبن لە چی؟ لە ڕەحمی خوای پەروەردگار. بێئومێد مەبن، هەر کەسێ بێئومێد بێ لە ڕەحمی خوا إلا القوم الكافرون، كافر و بێباوەڕان بێئومێدن، ومێدیان نییە بە ڕەحمەتی خوای پەروەردگار. الموضع الخامس قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، تاكو بيغمران وين لهات ناؤميد بون دشي لإيمان هناني قوم كان، يعني زور تحملي قوم كان كرت بانجانا كرت بولاي إسلام بولاي إيمان. حتى إذا استيأس الرسل، جاري وهبوا بيغمران ناؤميد بن لقوم كان كإيمان بينن، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هتاكو سركوتني إيما بويان هاتو بيغمران من سركوان بسر قوم ظالموا كافر كان. الموضع السادس قوله تعالى وإذا مسه الشر كان يئوسا، إنسان كتوشي خرابة ونخوشي وهجاري بيت وزعي شونا دبي أوكات زور بأميد دبيت. وإذا مسه الشر كان يئوسا، إنسان كخيري توش بيت خوش حالة، بلام كتوشي هجاري بو كتوشي فقيري بو عامي خلق شونا كان يئوسا بأميدة بهواية، بلام نابي إنساني باوردار وابيت. الموضع السابع أولئك يئسوا من رحمتي، شين أواني كوا بأميد لرحمتي خوا كافران. خوي تعالى باسي بباورانك هذا فرمي أولئك يئسوا من رحمتي، كافروا بباوران بأميد بون رحمتي من، بلام إيوي مسلمان باوردار نابي بأميد بن. الموضع الثامن قوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، واتا باورداران نكن دوستايتي و پشتیوانی خەڵکانێک بکەن کە غضب الله عليهم، چێن جوولەکەیە غضب الله عليهم، ئێوە نەچەن دۆستایەتیان لەگەڵا بکەن، نەچەن سەریان بخەن، نەچەن ئەوانتان خۆش بوێ. قد يئسوا من الآخرة، ئەمان بێئومێد بوون لە پاداشتی ڕۆژی قیامە، تەواو قیامەتیان لەدەست داوە. قد يئسوا واتە بێئومێد بوون لە پاداشتی ڕۆژی قیامەت. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هرچون كاتك كافر كدمريت كسزاي بيني بأميد دبي لقرانو بهمانشي وأمانش بأميد لباداشتي روجي قيامت، أمانش بأميد لباداشتي روجي قيامت. كاتك كافرك دمري أخرتنا وقورو آية أميدك ئاوا تەخواز نییە بگەڕێتەوە دنیا، بەڵام ئەگەڕێتەوە بۆی بجارێتە تەوبە بکە، ناتەوە بڕیاری کۆتاییە. كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الموضع التاسع قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، مروف إنسان بيزار نابر دعاء خير، يعني دائما إنسان هەوڵەدات چاکەیە بەدەست بێنێت، بێزار نابێت، دوعای خێر بۆ خۆی بکە. بەڵام دەفەرمێ وئین مەسەه الشەڕ فەیەئوس قەنووط، بەڵام کاتێک تاقی دەکەینەوە تووشی شەڕێکێکن، تووشی نەخۆشیەکێکن، تووشی هەژاریەکێکن، حاڵی چۆنە؟ فەیەئوس قەنووط، گومانی خراپە بە بێئومێدە بێ لە ڕەحمەتی خوای گەورە.
الموضع 10 والأخير قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. يئسن يعني شيء؟ يعني أو آفرتاني. طبعا ليرة باسي عدي آفرتك، عدي آفرتي بصالات شو أواني كوا نا أميد بون لوي كوا چين جاري شتر توشي چي بن حيض بن، يعني لحيض براونة توا. أم آفرتت شوتا ناو 8 5 6 ساڵ زۆر جار ئەوانەیە چنە ناو تەمەنەوە ئیتر لە سووری مانگانە ئەبنەوە. ئەی عیددەیان چییە؟ خوای تەعالا فەرمی: فەعیدەتهن 3 أشهر. عیدەکەیان 3 مانگە، 3 مانگە. ئەو عیددەی ئافرەتی یائیسەیە. ومعنى اليأس القنوط، وهو نقيض الرجاء. يقال يئس من الشيء ييأس إذا انقطع رجاؤه. أو كواس مانكت كواتا. اليأس لفظ كلي أم مشترك؟ كواتا يئس لها قرآن بمعنى قنوط ديت، إلا ليك شو بمعنى علم ديت. وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذرا. نفرمي كلمي صوم لقرآن كبينيتان لها مشيني بمعنى عبادة ديت، بمعنى عبادة ديت. ما عداه في مريم إلا لهيك موضوع النبي لسورة مريم بمعنى شيء الصمت بيدنجي قد نذرا. كل ما ورد لفظ الصوم في القرآن الكريم فمعناه العبادة المعروفة. شيء عبادة معروفة؟ الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات والشهوات. هرشتك بيت ماي أويك والرجوع كانت خواردن وخواردن وشهوات إنسان دبلي دور بيت أو العبادة المعروفة. روجي مانجي رمضان، روجي شوالا، روجي نزرة، أمانهم العبادة المعروفة. إلا موضعا واحدا في سورة مريم بمعنى الصمت. بمعنى ايش ده؟ صمت بيدنجي، وهو قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كما فسره بهذا أنس بن مالك وابن عباس لتفسير طبري. كاتي مريم سلامي خويلة سربيت أبو من دالكي بو فأتت به قومها تحمله. خوي تعالى فرموي كبرسياريان اللي أذكرت لو لام دابلشي: إني نذرت للرحمن صوما. من أمر بالرجوم نزرم كردوا بويا فلن أكلم اليوم إنسيا. زانان فرمون لدين وشريعتي أوان هر كسيك بالرجوب ويا خوي بقردايا ولا خواردن وخواردنا ودبويا تشيشي بكردايا، دبويا خصشي نكردايا، دبويا خصشي نكردايا. بويا لديني أوان كسيك بالرجوب ويا دبويا بيدنقش بويا. بويا كاتك بسيارين اللي كرت فرمي: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. شون نقل من على قصكين أبو عيسى عليه الصلاة والسلام خواهي قورها ورديا قصو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شاهد لم آياتي إني نذرت للرحمن صوما تاو بيدنقم ناتو أنا قصكم نزرم كردا بالرجوم. وقد وردت مفردة الصيام بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة في 13 موضعا، ومنها قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أما باسي شيكات باسي الرجل ما هي رمضان كات. وأن تصوموا خير لكم.
وقوله تعالى والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات أو آفرتاني ياخذ أو بياواني كوا مالكان يندبخشن صدقاكا والمتصدقات جمع مؤنث سالمة أو خشكان أو آفرتاني كوا مالكان يندبخشن نبينا أخوة والصائمين والصائمات أواني كبروجون نبياوان لآفرتانش. ومعنى الصوم قال ابن فارس الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في المكان جيجربون ثابت بون لو شونا من ذلك صوم الصائم وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه أو كباس ما كرت صوم أو كواتا صومش مشتركا. قال الناظم وكل كنز فمال همو كنزك كنز واتا مالو سامان جنجينا همو لفظي كنز لا قرآن بمعنى ديت بمعنى جنجينا ديت مالو سامان فمال ما عداه بكهف إلا أويك لسورة كهف هاتوا فالصحيفة من علم كما أثرا بمعنى ديت علم ديت بمعنى علم ديت دفرمي كل ما ورد لفظ الكنز في القرآن الكريم فمعناه المال إلا موضعا واحدا في سورة الكهف بمعنى العلم وهو قوله تعالى باب نم آيات بخلينه زانم فعلا بمعنى علم ديت ياخذ أقوال أهل علم تري لسلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. موسى وخضير سلام إخوان لهردو شامبيا كاتيك چون ديك دیوارێکیان چاکردەوە دیوارەکە لەوە دابوو بڕوخێت ئەم دیوارە هین چێ بوو؟ هین دوو منداڵ بوو هەتیو بوون باوکیان وەفاتی کردبوو دەفەرمێ لغلامين يتيمين في المدينة بەکێ ئەوترێ هەتیو یەتیم کە نەگەیشت بێتە بلوغ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ لا يتم بعد الاحتلام هەر کەسێ تەواو بالغ بوو ئەوە لە هەتیوی دەرەچێ زۆر جا خەڵکێکە وڵا کۆمەڵە مناڵی هەتیومێ ئافرەتێ زۆر جا دێڵێ فەقیرم هەتیومێ ئەڵێم مناڵەکەت تەمەنی چەنە وڵا قڵێکمێ 21 ساڵەوە قڵێکمێ 19 ساڵەوە ئێوتمەوە لە هەتیوی دەرچووە هەتیو ئەوەیە کە ورد بێ مناڵەکان کە گەشت بێتە سنی بلوغ تەواو پێی ناوترێ یەتیم في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز ليرى ابن عباس دفرميه صحيفة من العلم يعني باوكي أمدو من دالا أهل علم بون بياو صالح بون بياو چاك بون أوي كوا بجيه يشتبو چيبو مالو سامان نبو إنما ورثوا العلم أوي كبجيهش كتاب يبو چند پرق نووسراوێک بوو لە علم و زانست بۆیانی هەڵگردبوو بۆیانی هەڵی گردبوو. بەڵام ئەمە کۆمەڵێک لە مفەسرین وا فەرموون لەسەر قسەی ئەوان بێت ئەم لەفظە لەفظێکی مشتەڕەکە بەڵام قەولی ڕاجح ئەم لەفظە لەفظێکی کولیە ئەو کەنزەش هەر بە معنایکی دێت گەنجینە و ماڵ دێت نەخێر زۆر بەس هەرە زۆری مفەسرینە فەرموون وكان تحته كنز لهما يعني مال و گەنجینەی تیا بوو ئەم باوکە پیاوێکی باش بوو کۆمەڵێ پارە و ماڵی هەبوو لە بن ئەو دیوارە بۆیانی شاردبەوە بەڵام ئەمان مناڵ بوون کە ئێستا دەربکەوتایە ئەم دیوارە بڕوخایە خەڵکەی برد بۆ خۆی ئەیان دزی چونکە ئەمان مناڵشە نازان تەسەڕف بۆ پارێ بکەن بەڵام خوای گەورە ویستی وا بوو ئەم جیدارە چاک بێتەوە ئەم دیوارە موسى عليه الصلاة والسلام راستي كردو تشاشي كردوا بو أم من دالا يبلغ أشدهما ويستخرج
كنزهما رحمة من ربك كجوربون طاو بالغبون عقل وفهم وإدراك هبو بارو مالكان دركن وسرفيكن أتوان تصرفي بيوكن بەڵام ئینسان کە مناڵ بوو ناتوانێت تەسەڕوف بۆ پارێ بکات کەواتە ئەم قاعیدەیەکی چییە؟ کولیە مشتەرەک نییە قەولی ڕاجحەوەیە هەموو کەنزێک لە قورئان بە معنای گەنجینە و ماڵ و سامان دێت ئەنجا دیقەت دەفەرمێ وەکانە ئەبوهما صالحا چاکبوونی باوک تأثير كاريگەری هەیە لەسەر مناڵ بەهۆی سەڵاحی باوکیان خوای گەورە پارەی ئەو منداڵانەشی پاراست عەبدوڵای کوڕی عومەر مناڵەکانی خڕە کردەوە دەیفەرموو ڕۆڵەکانە من زۆر جار شەو نوێژەکەم نوێژی سوننەت زۆرەکەم لەبەر خاترەوەی ئێوە چاک بن چونکە باوک کە باش بوو تأثيري هي لسر منالش باشا إن شاء الله بلام كباو قدوة خراب بو تأثيري لسر منالش هي بويا دائما هولدا قدوة شي باش بن صالح بن بوي منالا كان تانش باش بن إن شاء الله تعالى ها أقد يقدن أهل علم زانا كان علماء برون سير منالا كان ياكن ما شاء الله هموي ما شاء الله حافظي قرآن أهل جماعات بوش كباوشان صالح بنا وقد اختلف السلف في تفسير الكنز في هذا الموضع على القولين يعني على قولين الأول أنه العلم قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد هندي لزانان وتيانا لتفسيرهم آيات بمعنى علم ديت أما قولي سعيد كري جبير ابن عباس ومجاهدش أقل سر قولي أواميت لفظي مشتركة بلام الثاني أنه الكنز بمعنى المال قاله قتادة وعكرمة واختار هذا القول الطبري والزجاج وهو الراجح وثمان أما راجحة كنز بمعنى مال ديت بمعنى سامان قنجين ديت وعلى القول الأول تكون مفردة الكنز من الألفاظ المشتركة وعلى القول الثاني تكون من الألفاظ الكلية وهو المختار أو الراجحة كلفظه كلية وقد وردت مفردة الكنز بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى المال في 7 مواضع كما دم بومان دركوت ككنز لفظه مشترك نية بلكو لفظه كلية ولم نتشنشونك هاتوا لوانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أواني كوا دينار درهم زيرو زيو كو أكنوا يكنزون بلام دواي ناي بخشن ياخد زكاة ليدرناكن أو مزجينيا بني بعذاب أليم أو الله تعالى سزانا ده هربو دينار ودولار إخوان فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ناو چوانيان بيدا خكريا لا يتنشتيان بيدا خكريا بام پشتيان بيدا خكريا سزا أدرين بي لروجي قيامت قال هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أما هو كاري أو بارو مالو دينار دولار أو زيرو زيوة إيو خوتان كوتان كردوا أمرو بو مالي خوتان عذاب درين وسزا درين قال وقوله تعالى لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك باش يمد شون إيمان من بيغمر بيننا صلى الله عليه وسلم محمد أي كوابو كنزيشي لقلانيا قنجينيشي لقلانيا بو مالي لقلانيا مالك دابا زي لقليا لبهشتوا بله لا بس يونيا إنما هو لفظي شي كلية
وەستی ماڵە گەنجینێ مشریکین ئەوت بۆچی ماڵ و پارە و سامان و دەوڵەمەندی ئەم پێغەمبەرە کوا ئەو جاء معه مەلەک ئەی کوا بۆ فریشتەی لەگەڵادانە بەزی بیانویان هەوردۆ بەس بۆ ئەوی گاڵتە و استێزایان ئەگەر بە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها همان همان أو تفسيره أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها قوله تعالى وكنوز ومقام كريم باس فرعونك كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ماڵ و سامانێکی زۆریان هەبوو بەڵام سوودیان پێ نەگەیشت و نەشیان توانی لەگەڵ خۆیان بیبن وآتيناه من الكنوز باسی قارونەکە کەنزێ زۆری هەبوو ماڵێ زۆری هەبوو ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كليلي گەنجینەی قارون ئەگەر هەشت نۆ گەنجی بە قووەتان بەهاوردایە کلیلەکە هەڵگرن زەحمەت بوو بەلایەنەوە ئەمەندە پارە و ماڵ و زێڕ و زیوی هەبوو ومعنى الكنز قال الراغب الكنز جعل المال بعض على بعض وحفظه وأصله من كنست التمر في الوعاء يعني أو بلين خرمايا هموم خروك القرد موكرت لا وعائك لناو قابيك لناو منجلك كود كردوا أخير لفظ شرح كين امرؤ المصباح وأينما جاء مصباح فكوكب كواتاسبو من دركوت كنز لفظي شيء لباني بنسن لفظي شيء كلية قولي راجح نك مشترك بيت أينما جاء مصباح فكوكب لهرشوني وشي مصباح لقرآن بمعنى كوكب دي واتوا بمعنى أستير ديت إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى إلا أويك لسورة النور هاتا بمعنى سراج دي سراج يعني تشرا فانوس كل ما ورد لفظ المصباح في القرآن الكريم فمعناه الكوكب بمعنى استردت إلا موضعا واحدا في سورة النور بمعنى السراج الذي يوقد ليستضاء به أو تشراي كداغر سين بؤوي روشناي بدات وهو قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره نموني أو رناشي كوالا ضلي باوردارا كمشكات مشكات شيء تاقة كمشكات فيها مصباح تاقيك فيها مصباح تاقيك هاجارا لناو ديوار أبو شراكين ليدانا كمشكات فيها مصباح أو مصباحي تدا أو مصباح لرشيا سراج نجمع معني أستيربت وريابن كمشكات فيها مصباح شرايشي تدا المصباح في زجاجة أو شرايا لناو تشيا داقر ساو لناو شوشيا كلناو شوشيا أبو زياتر تشيا بيت زیاتر ڕۆشنایە دا زیاتر شەوقەدات زیاتر جوانتر ئاگرەکە خۆی نیشانەدا و ڕۆشنایە دات کەواتە ئیمانش لە دڵی ئینسانی باوەڕدار ئاوها بێ ڕەنگ بداتەوە بەو شێوەیە خوای تەعالە وەسفی ئیمانی ئینسانی باوەڕدار ئەکات وقد وردت مفردة الصباح المصباح في القرآن الكريم بمعنى الكوكب في موضعين لدوشنا قوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا إما أستيركان من إما آسمان من رازان دوا بمصابيح آسمان من رازان دوا بچرا نا
واتاب أستيركان أسمان من رازان دوام بمصابيح وحفظا. يعني شي حفظا؟ يعني أم أستيرانا دبنا ماي باريزر بوشي بو آسمانو لشي بيدري لشيطانا كاني بيدريت كاتيك أوان دين يعني قصي بدزن بو جادو كركان وساحر فالشي كان وحفظا. كواتا أستيرا حكمت لداناني كوكب أستيرا بوشي بو سيشتا بو زينية رازانوي آسماني دنيايا أما يك دو حفظا بو باراستني سي وعلامات وبالنجم هم يهتدون بو ناساندني ريغاوبان كجاران بو أستيرو بو هسارانا ريغاوبانيان دناسي. الموضع الثاني ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين همان أو معناه في الشوك باسمان كرد. ومعنى المصباح هو السراج الموقد من الزيت ونحوه. نفرمي مصباح أو تشراي كوا داقر ساوا كنوتي تاكيد زيتي تاكيد لا يقر سينيت لينير ما حوله دور بشتي خوي روشن دكاتو. والمصباح الكوكب في السماء وبمعنى استيردي الأسمان مأخوذ من الصباح التي هي الوضاء والإنارة والجمال ومنه الصباح أول النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.